السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أحلى شوية فول مصري على مزاجكم. شوية فول يعني محترمين كده. طيب أنا عندي هنا نص كيلو فول، وعليه كوباية فول مدشوش، وهحط عليه برضو كمان كوباية من العدس الأصفر بردك مغسول كويس ومنقوع كويس، كله مغسول ومنقوع زي الفل. انا على فكره ما نقعتش الفول خالص، بس انا غسلته غسله نظيفه مره واتنين وتلاته كده، ونقيته كده من اي فوله كده ما تعجبنيش. نقيتها عشان احنا بنعمل حاجه في البيت لازم تبقى حاجه نظيفه. تمام. طبعا بما ان شاء الله رمضان كده على الابواب، كل سنه واحنا طيبين، فاحنا هنعمل كل ان شاء الله الوصفات الرمضانيه، الله المستعان. هحط عليها وردك نص ليمونه، افتحها واشيل منها البذر وهسيبها كده، مش هعصرها، لا ده انا هسيبها كده. الليمون بيعمل ايه؟ الليمون بيعمل معايا ايه؟ لا الليمون بيديني لون فاتح للفول. انت عارفين الفول اصلا بيسود يعني، فلما بحط عليه ليمونه بيديني لون فاتح. تمام. احط عليه تاني كمان ايه؟ قطايه بردك متقطعه 4 كده اهو، احطها عليه. في ناس بتحط عليه رز، في ناس بتحط عليه معرفش، لا ده انا يعني الحاجات دي كلها اصلا مفيده ومغذيه جدا. طب التسويه هسيبها على بعد ما بيغلي، شايفين الغليان؟ لا هسيبه على ما قد كده ايه، يغلي على نار هاديه جدا جدا جدا. ياخد بقى ساعتين 3 على حسب ما يستوي. بسم الله ما شاء الله، انا الفول معايا والله ما خد معايا حاجه، استوى بسرعه البرق اهو. انا طلعته زي ما شايفين زي الزبده، زبده اللهم بارك زي العسل، والفولايه منفوشه زي زبده اهي، شايفه طريه قوي، مش مستحمله يعني، مش اهو شايفين اهو، دايبه دوب مش مستحمله. احلى بقى من الفول بتاع بره ده، بيحطوا فيه ايه معرفش، بيحطوا فيه ايه الله اعلم، وبيوجع البطن، بيحطوا فيه حاجات عجيبه جدا. طب انا ايه بقى السر بقى بتاع المطاعم واللون الفاتح واللون الحاجات الجميله؟ انا هنا حطيت معلقه من الكركم، معلقه كبيره، وجبت كيس صلصه. تمام. فجيت مفضياه عشان خاطر يديني اللون بتاع الفول بتاع المطاعم. غير كده ان الكركم طبعا مقاوم للسرطان ومضاد الاكسده، يعني حاجه حلوه قوي. حطيت بردك معلقتين من الدقيق. تمام. عشان يربط معايا، هو رابط بالفعل، هو رابط مش محتاج يعني، بس انا بردك انا عشان خاطر يبقى التيست كامل انا ظبطته كده ايه. وحطيت عليه كوبايه من الميه عشان ادوب فيها الحاجات ديت، واجي ايه اديها تقليبه كده محترمه، وضيفاهم على الفول بتاعي. مش قادره اقول لكم اللون والطعم حلو قوي، حلو قوي 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 بصراحه. انا بقالي كام يوم احنا بنجيب فول من بره والله العظيم بقينا نتعب منه جدا جدا ونتاذي منه جدا اهو. اضربهم كويس عشان خاطر ميبقاش في اي تكتلات من الدقيق، واحطهم على النار، وبرده اسيبه شويه يعني يغلي كده عشان ايه، طبعا الدقيق ما يفكش مني، لا ده انا اهو اسيبه كده ياخد مع بعضه شويه كده 5 دقايق واجي اهو. تمام. بعد ما بيستوي بقى بنزله. لو انتوا معايا لغايه هنا وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تحطوا لايك حلو زيكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تمام. ادي النار والعه اهي اهو، تقليبه حلوه كده اهو. دي قطايه انا بهرسها، القطايه ديت انا بهرسها. تمام. وبعد بقى ما يستوي نيجي محطينه يبقى يبرد خالص، نقوم مفضينه في شنط وحاطينه في الديفريزر بتاعنا، عشان خاطر كل ما نحتاج نطلع منه، ما نحطوش في التلاجة، لا نحطه في الديفريزر. تمام. طيب ادي الشكل هنا بقى النهائي بتاعي اهو. شايفين الفول؟ الله اكبر، اللهم صل على النبي، حاجه كده يا سلام يا سلام يا جماله يا جماله. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الحلويات دي؟ اللهم بارك، حاجه تحفه تحفه تحفه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.